هذه استفزازات وهذه الطريقه راه برهوش اصاحبي. نتوما وليتو براهج واحد من الجمهور صافي وسخ كلشي لانه هذاك سفير. انت كمل الجمهور انت راك سفير في هذيك البلاد. وسخت الصوره ديال 45 مليون جزائري وسختها هكاك حطيتها في العافيه بهذاك الشيء اللي درتو وسختها لان انت ماشي مربي. اللي مربي ما يديرش هذاك الشيء في الملعب. وهذاك بونجاح ماشي مربي واللي مربي ما يديرش هذاك الشيء. وانت يا عموره لعبت راك لعب في الالمان زعما وشنا وكذا من. بصح نقول لك واحد الحاجه دخلت راسك في متاهات. علاش محرز واللعابه الكبار ما داروش هذاك الشيء؟ وعلاش نتوما درتوا هذا التبرهيش هذا؟ وكاين اللي جاي يدافع عليهم مازال صحافه الزيكو. الفيديو التالي غندير لكم بلاتي راك جايين تدافعوا عليهم لانهم نتوما جايين تكوموفليوها. ما عندك ما تكوموفليها. طفرت اللي دارها كاع الناس راه تهضر عليها كاع افريقيا تهضر عليها. شتي هذاك الشيء اللي خرج مشيتوا درتوا حمله على المغرب في قضيه ضرب الجزاء هي خرجت فيكم. الناس شرفاء الناس تهجموا عليهم خرجت فيكم. اليوم كلشي راهم يضحكوا عليكم كلشي راهم يضحكوا علينا كلشي لينا وبهدلتونا مع العالم. خرجتوا علينا وبهدلتونا مع العالم وكيلكم ربي وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم اللي نتوما اللي خرجتوا على هاد الشباب وانتوما اللي خرجتوا عليهم نهار كامل وانتم تعمروا فيهم في الخوى الخاوي. ها دروك عندكم جوج احتمالات يا تهربوا عن نيجيريا يا تجيو للمغرب يبهدلكم ويصيفطكم باش حياتكم كامله تفوت عذاب في عذاب. بتفاصيل التفاصيل ومفاجأة من العيار الثقيل بنقفل الحوار وبنختم الموضوع بقرار مفاجئ للجميع، قرار صادم للجميع، قرار أتحداك إن لم تتخذ موقف ضد الجزائر بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وموضوع جديد وخبر جديد مهم جدا 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 يا صديقي العزيز. بجد يا جدعان قرار الفيفا بوخ قوي. الفيفا بتعاند الجزائر وللأسف الجزائر بتعاند الفيفا. الفيفا بتعاند الجزائر بحكم ان الفيفا عايزة تحليل للمنشطات، وعلى الجانب الآخر الجزائر رافضة ترسل تحليل المنشطات للفيفا، وده في حد ذاته كارثة. لأن وليد الصادق طلع قال إن لاعبته لا تتعاطى أي شيء. طب ما دام لاعبتك لا تتعاطى أي شيء، لماذا سيادتك رافض تعمل التحليل؟ ما دام لاعبتك لا تتعاطى أي شيء، لماذا حضرتك رافض تعمل التحليل؟ حضرتك لاعبتك بريئة ومظلوما يا ولدي. طب ليه بقى معاليك مش عايز تعمل تحليل المنشطات؟ أنا أعرف إن لاعبتي مظلومة، لاعبتي ما بتشربش حاجة، لاعبتي مش بتتعاطى حاجة، أروح أعمل التحليل وأخزق بيه عين الفيفا. اروح اعمل التحليل واقلع بعين الفيفا. اروح اعمل التحليل واخرس به الفيفا. وليد الصادق مش عايز يعمل كده. ليه حضرتك طلعت قلت ان لاعبي الجزائر لا يتعاطوا اي ماده منشطه او اي ماده مخدره؟ صحيح انا نسيت اقول لك يا عم الحاج انت هو يا شباب اللي ما عملش اللايك يعمل لو سمحت اللايك، اللي ما اشتركش في القناه لو سمحت يا روح قلبي اشترك في القناه، اللي ما صلاش على النبي يصلي معانا على النبي. احنا جايبين لك قرارات ناريه، لازم تعمل لايك وتشترك معانا عشان الفيديو ده يوصل للوطن العربي كله ويعرف فضيحه الجزائر او دليل انقاذ الجزائر. انت كوليد الصادق قلت ان لعيبتك تمام التمام وان محدش فيهم بيضرب حاجه مش تمام. طب تمام، مش راضي ليه تعمل التحليل؟ انا لعيبتي سليمه مش بتتعاطى حاجه، ما السبب الذي يمنعني من عمل تحليل فحص المنشطات لتبرئه اللاعبين واخلع عين التخين؟ هخلع عين التخين لو معايا دليل. طب لو ما معيش هسكت، لو ما معيش هخرس مش هتكلم. إن لم تتورط الجزائر في هذه القضية فسيكون تورطهم بسبب عقولهم المتخلفة. النهاردة يا أستاذ أنا الفيفا قالت لي تعال أعمل تحليل منشطات، أنا راجل ماشي سليم، إيه المشكلة؟ أنا راجل مش بتعاطى حاجة، المانع أنا راجل مفيش ما يدل أو يثبت أو يدينني في هذه القضية. إيه اللي مخليني خايف؟ أنا راجل ليس لي طرف أو يد في هذه القضية. إيه اللي يخليني مرعوب؟ يا باشا ده أنا أروح أعمل التحليل
واخبطه في عين التخين دليل براءتي وإدانة لظلم الآخرين. طب لو أنا متورط هسكت، ههرب، لن أقوم بعمل التحليل، هعمل كما يفعل الجزائر حاليا، هنسحب. النهاردة الجزائر في موقف والله العظيم لا يحسد عليه، لأن بقرارات الفيفا الحالية قد يتم إقصاء الجزائر نهائيا. مش هيلعبوا ولا النسخة دي ولا النسخة الجاية ولا اللي بعدها كمان. الجزائر رافضة تعمل تحاليل وتبعتها للفيفا، والفيفا رافضة التهاون في كارثة زي دي. الجزائر رافضة تقدم التحاليل للفيفا، والفيفا تيقنت أن الجزائر لاعبيها يتعاطوا المنشطات، والدليل استنفارهم من إجراء الفحوصات والتحاليل المطلوبة من الفيفا له. وأقول لك تاني، أنت ماشي سليم، أنت تمام، أنا هفترض حسن النية، مش هفترض ظلمك. أنت ما بتتعاطاش أي منشطات ولا أي مخدرات، ولا عندك لاعب بيتعاطى أي مادة مخدرة، تمام يا أستاذ؟ تمام كده كده كده، احنا ماشيين صح. ليه مش عايز تروح تعمل التحليل؟ ما دام أنت بريء ولعبتك تمام وكل حاجة عندك زي الفل، ليه هربت ورفضت تعمل تحاليل المنشطات؟ ما هو لو ما كانش في سبب حقيقي لذلك يبقى بكل تأكيد انت تورط فعلي بالموضوع. لو ما فيش سبب لده فانت تورط فعلي بالموضوع. انا عندي اللعيبه بتاعتي تمام، محدش فيهم بتعاطى اي حاجه، يبقى بكل تاكيد هطلع على الفيفا، اتفضل يا باشا، تحليلاتك اهي، عيناتك اهي، انظمتك اهي، محدش يقدر يتكلم. طب لو انا لعبت بتتعاطى منشطات هخرس، هستخبى، ههرب، هخاف، زي ما الجزائر عمل بالظبط. لو دليل براءتك ان لعبتك تمام، لا اعتقد اطلاقا ان الجزائر هيهرب بالشكل ده. لو دليل براءتك، اعذرني بس دي كلمة حق لازم تتقال ولازم كله يسمعها ويعرفها. لو دليل براءتك ودليل براءة لاعبتك في جيبك، انت ما كنتش سكت. لو دليل براءتك في جيبك ما كنتش قعدت ثانية. المغرب عمل تحليل منشطات ما سمعناش صوته. ده وليد الرجراجي نفسه عمل التحليل وما سمعناش صوته. ليه سيادتك اللي عامل الضجة دي؟ ليه سيادتك اللي عامل الضجة دي؟ قول لي، جاوبني أرجوك، لماذا تفعل وتصنع هذه الضجة الغريبة؟ لماذا تسمع وتصنع هذه الضجة الغريبة؟ الفيفا ما بتهزرش، وعدى من يومين يوم و5 6 ساعات إن لم يتم تقديم العينات قد نسمع في أذان العشاء إقصاء الجزائر بسبب الهروب من عينات المنشطات. وساعتها كلنا هيبقى موقفنا وحش، وكلنا لا نتمنى أبدا أن نسمع هذا القرار عن دولة عظيمة اسمها الجزائر. والمغرب نفسها تساعدكم، بس انتوا مش بتساعدوا نفسكم عشان ولا المغرب ولا مصر ولا أي دولة تانية تساعدكم. ساعد نفسك عشان أنا أقدر أفيدك. انت طلعت قلت انا لعبت سليمه، محدش بتعطي حاجه. طيب ارجوك اثبت ده، ارجوك برأ نفسك. مش هطول عليك اكتر من كده، دي كل التفاصيل اللي جات لنا حتى وقتنا الحالي. يا ريت تعمل لايك وتشترك معنا في القناه، وتيقن وتاكد لو في اي جديد باذن الله تعالى هنبلغك بيه اول باول. حفظك الله من كل شر ومكروه وسوء، دايما بينكم الصحه والسعاده والخير. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.